Find this key. Find me the codex. تخيل تعيش مع كائن جوه جسمك ينقذك مرة ويرجعك للحياة، وبعدها بتكتشف ان التضحية الوحيدة عشان تنقذ الكون هي ان واحد فيكو يموت. دي مش قصة بطل، دي نهاية فينوم. فيلم فينوم ذا لاست دانس بيبدأ بشكل مشوق جدا. إيدي بروك وفينوم فجأة بقوا مطاردين مش بس من الحكومة لكن كمان من قوة كونية خطيرة جدا. ده الجزء الأخير في ثلاثية فينوم، والفيلم ده بيمهد لمواجهة نهائية بين إيدي وفينوم، وأخطر تهديد واجهوه وهو نول، واللي هنعرف إن هو اللي صنع السيمبيوت. إيدي كمان متلفاله اتهام قتل، وكل اللي بيحصل حواليه بيجره لمصير ملوش رجوع. بعد اللي حصل بسبب تعويذ الدكتور سترينج، إيدي وفينوم بيلاقوا نفسهم فجأة في حانة صغيرة في المكسيك، يقعدوا يشربوا ويحسوا انهم اخيرا بعيد عن المشاكل. لكن الحلو ما بيكملش، في بوابة بتفتح وترجعهم لعالمهم الاصلي على كوكب الارض، وايدي من غير ما يحس بيسيب جزء صغير من فينوم في الحانة اللي هو فيها. بعدها على طول الاخبار تعلن ان المحقق باتريك موريغان اتقتل، والتهمة كلها تقع على ايدي بروك. ايدي يبقى مطلوب رسميا، فيقرر يسافر نيويورك، يمكن يلاقي طريقة يثبت بيها براءته ويفهم مين اللي ورطه. في نفس الوقت في كائن فضائي ضخم واسمه الزينوفيج، ده اللي نول بعته عشان يمسك فينوم. هيبدأ يطارد فينوم وإيدي. الكائن ده مش عشوائي، ده صياد ومبعوث بمهمة محددة. وبننتقل لخط تاني في القصة، عملية حكومية سرية اسمها إمبريوم شغالة جوه المنطقة 51. العملية تحت قيادة الجنرال ريكس، وبنكتشف إن مورجان اللي الكل فاكره مات لسه عايش ومرتبط بسيمبيوت تاني، واللي هنشوفه موجود في المنطقة 51. والعلماء بيحاولوا يفهموا السيمبيوت بس من غير ما يستوعبوا الخطر اللي هم فاتحين بابه، واللي هيبتدوا يسألوا السيمبيوت ده عن نول وعن الخطر اللي جاي، اللي هيقرر الجنرال ريكس ان هو يضحي بفينوم في مقابل الخطر ده يزول، بس ما يعرفش ان هو كده هيفتح بيبان مش هيقدر يقفلها. ايدي وفينوم بيركبوا طيارة في طريقهم لنيويورك، وفجأة الزينوفيج بيهجم عليهم في الجو. فينوم يعتذر لإيدي ويختفي ويسيب إيدي يقع من على الطيارة، وقبل ما ينزل على الأرض يفتح فينوم زي مظلة وينزل في صحراء نيفادا عشان ينقذ إيدي. في الصحراء فينوم بيقول لإيدي الحقيقة اللي مخبيها. الزينوفيج دي مبعوث من نول، ونول ده اللي خلق السيمبيوت، وهو إله الظلام واللي كان مسيطر على السيمبيوت كلهم. ونول بيدور على حاجة اسمها الكودكس. الكودكس بيتكون لما السيمبيوت ينقذ إنسان، وده اللي حصل مع إيدي في الجزء الأول. ولو نول وصله الكون كله هيقع، والمشكلة الأكبر الكودكس مش بيتدمر إلا بطريقة واحدة، لو إيدي أو فينوم ماتوا. والكودكس ده هو المفتاح اللي هيخرج نول من السجن. إيدي بيقابل عائلة هيبس في الصحراء ويركب معاهم لحد لاس فيجاس، وهم في طريقهم ناحية المنطقة 51. وفي نفس الوقت السيمبيوت بتاع موليجان بيشرح للجنرال ستريكلاند خطة نول الحقيقية، وبنشوف أول ما نوصل للاس فيجاس الزينوفيج ومعاه قوات ستريك بينصبوا كمين لإيدي وفينوم. الاتنين بيتفصلوا ويتسحبوا على المنطقة 51. بنشوف إيدي جوه القاعدة اللي هيشوف موليجان ويبتدي يتكلم معاه، بس مش هيلاقيه هو اللي بيتكلم، هيلاقي السيمبيوت اللي جواه وهيحذره من خطر نول، وهيقول له حاول توصل لفينوم وتهربوا بعيد واوعى يوصل للكودكس. وفي نفس الوقت بنلاقي الباحثة السادي بتساعد فينوم عشان يهرب. وأول ما يخش الجنرال ستريك فينوم بيرجع لإيدي بعد ما ستريك يضربه بالنار، فيتحول لفينوم وينقذ حياته. والزينوفيج بيظهر ويقتحم المنطقة 51، ولكن السيمبيوت اللي على موليجان بيحاول يمنعه، لكن الزينوفيج بيكون أقوى منه ويقتله. وفينوم بيقرر يعمل أخطر قرار في حياته، يحرر كل السيمبيوت المحبوسة في المنطقة 51. السيمبيوت بترتبط بالباحثين وتبدأ معركة ضخمة جوه القاعدة. السيمبيوت بيدور بينهم وبين الزينوفيج معركة كبيرة اللي هيحاولوا يخلصوا عليهم، لكن للأسف معظم السيمبيوت بيموتوا. وفي نفس الوقت الجنرال ستريك بيستغل الصراع اللي ما بينهم ويضرب السيمبيوت وهو بيصارع الزينوفيج ويقتله. وبعد صراع طويل وفينوم يفهم ان مفيش غير حل واحد، وهو لازم يضحي بنفسه ويودع ايدي ويجمع الزينوفيج اللي وصلوا كلهم، ويمسك الزينوفيج
وينزلوا سوا في خزانات الحمض. ستريك بيحاول يساعد ويفجر القاعدة عشان يقضي على أي خطر. اللي هيجي يفعل المفاعل من إصابته الخطيرة مش هيقدر، فيساعدوا فينوم عشان يدمروهم، وبيحصل انفجار ضخم وبيحمي فينوم إيدي. والباحثة اللي كانت موجودة في القاعدة هنلاقيها جزء من السيمبيوت وهتنقذ الباحثة اللي كانت معاها. فينوم بيختفي نهائيا وإيدي بيفوق في المستشفى. الحكومة بتمسح كل التهم عنه بس بشرط واحد، إنه يسكت عن كل اللي حصل. إيدي بيسافر لنيويورك ويقف قدام تمثال الحرية وينفذ آخر أمنية لفينوم. ونشوف مشهد أخير، نول بيظهر وبيعلن إن الكون لسه مش آمن. فينوم ضحى بنفسه عشان ينقذ الكون، بس قصة السيمبيوت لسه ما انتهتش، واللي جاي ممكن يكون أخطر بكتير. فينوم كان وحش بس في آخر لحظة كان أكتر إنسانية من أي بني آدم. الفيلم بيفكرنا إن القوة مش دايما في اللي تقدر تعمله، أحيانا القوة الحقيقية في الحاجة اللي تختار تسيبها. لو مكان إيدي كنت هتسيب فينوم يضحي ولا كنت هتدور على حل تاني؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات. لو وصلت لحد هنا يبقى أكيد بتحب النوع ده من القصص. ما تنساش تشترك في القناة عشان كل ملخصات الأفلام الجديدة تنزل لك أول واحد. ولو الفيديو عجبك دوس لايك وشير للفيديو واستنى اللي جاي لأنه تقيل.